اوعي تقلبي الفيديو غير لما تصلي على النبي في الكومنتات وتحطي لي اللايك الحلو القمر بتاعك. تعالوا النهارده نشوف احنا النهارده بقى هنعمل وصفه سهله وسريعه واقتصاديه مش تاخد معانا وقت. طبعا احنا الجو حر بقى، حر يعني بصراحه قوي قوي، بقى له 3 ايام كده الصيف دخل علينا، بسم الله ما شاء الله يعني. بايه بقى؟ موت حر كاسحه يعني. فالمهم النهارده بقى هعمل كده ايه، اكله خفيفه وسريعه كده، ما فيهاش بقى لا طبيخ ولا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. بس قبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا، يكبر بخاطرك ربنا كده وتروحي تزوري بيت الله الحرام. شوفي بقى بدعيلك في الايام المفترجه الجميله دي، يلي تحطي لي لايك وتصلي على النبي في الكومنتات وتكبري بخاطرك كده بدعوه حلوه من قلبك. تمام؟ وينجح لكم اولادكم. شفتوا بقى احنا داخلين على في امتحانات اهو، النهارده اول يوم امتحانات، يا رب كده ينجح لنا اولادنا وينجح كل الطلبه يا رب، ويعوض اهاليهم بعد صبرهم خير طول السنه دي. استنى يا حماده بقى، حاضر استنى. تعالوا بقى النهارده هنعمل شويه فطير بقى يستاهل بكم. طبعا احنا قبل كده عجنين العجينه بتاع الفطير المشلتت كذا مره مع بعض، وهي بتبقى عامله كيلو دقيق ومعلقتين من السكر ونص معلقه من الملح، وممكن تحطي ربع معلقه من البيكنج باودر لو حابه، مش حابه خلاص. ونبتدي ان احنا نعجن بميه فتره زي دمعه العين، ولو في الحر ده يبقى ميه من الحنفيه عادي. هتعجني كويس جدا مده مثلا ربع ساعه. العجين بتاع الفطير بيحب ان انت تعجني فيه كتير عشان خاطر يطلع مورق، ويطلع الطبقات بتاعته مورقه وما يبقاش مكتوب. تمام؟ صلوا بينا كده على النبي يا اولاد بقى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اوعوا تنسوا تصلوا على النبي. تمام؟ هبتدي بقى زي ما انتم شايفين كده ايه، نقطع بقى الفطير بتاعنا. طبعا عارفين الوصفه بتاعتي المعتمده، نقطع الفطيره الكبيره دي اللي هي الكره الكبيره زي البرتقاله، واقطع لها مثلا 10 او 15 كره صغنونه قد الليمونه. تمام؟ فدي بتكون الفطيره